ازيكم عاملين ايه؟ بدأ الشتاء، وشتاء يعني جفاف شعر، جفاف بشرة، جفاف ايدين، تشققات في كل حتة في الحياة نتيجة ان الجو بيبرد جدا، الجسم بيبدأ يفقد الرطوبة بتاعته، بيبدأ يحصل جفاف في الجلد. لو انت ما لحقتيش جلدك وهو جاف في المرحلة دي وسبتيه واهملتيه، هيحصل تشققات، هيحصل اكزيما، هيحصل تعوير بسيطة. فاحنا النهاردة جايين نتكلم عن سحر الفازلين في علاج كل مشاكل البشرة، وهنحط عليها كمان يعني فوائد للشعر والضوافر وكام تركايه كده انا بعملهم بالفازلين. فخلينا نتابع مع بعض الحلقه دي، واللي انا عايزاه منكم ان انتوا لو ليكوا استخدامات تانية بتستخدموها للفازلين غير اللي انا هقولها في الحلقة، فانا رجاء ان انتوا تكتبوها في الكومنتات علشان كلنا نستفيد. مبدئيا النهاردة الحلقة مش عن ريفيو عن منتج معين، لا، احنا هنتكلم عن مادة الفازلين نفسها واستخداماتها في العلاج بتاع البشرة والشعر والضوافر. لكن انا ليه اخترت فازلين باليا ان احنا نتكلم عنه؟ لان هو بالنسبة لي هو احسن من الانواع التانية. انا جربت كذا نوع، فكان هو بالنسبة لي هو احسنهم، ولكن بيبقى ليكوا حرية الاختيار في ان انتوا تختاروا ان انتوا تستخدموا باليا او تستخدموا اي نوع تاني. ايه هو الاول الفازلين؟ الفازلين الاسم العلمي بتاعه هو البتروليوم جيلي، وهو مادة بتستخرج من النفط. اكتشفوها في القرن 19 واكتشفوا ان هي ليها مش عارفة بيتقال يعني ليها صفة كده، مش عارفة دي بتتقال ايه يعني، بس ان هي ليها ميزة. الميزة دي ان هي بتعمل حاجز على البشرة، بتمنع تسرب الرطوبة من البشرة الجو اللي حواليها، فبالتالي هي بتحافظ على الرطوبة اللي موجودة جوه البشرة، وبتعمل حاجز بين البشرة وبين العوامل الخارجية، فبتفضل البشرة رطبة بفضل وجود مادة الفازلين دي. طب ايه الفرق بين باليا؟ انت بتقولي ان انت باليا بالنسبه لك هو الاحسن او الافضل. طب ايه الفرق بينه وبين الانواع التانية اللي انت جربتيها يا غاده؟ انا هقول لكم بصراحه، انا جربت كام نوع من الفازلين، كان بالنسبه لي باليا هو الطفهم. ليه كان هو الطفهم؟ اولا باليا هو منتج زي ما احنا عارفين، باليا هي شركه المانيه، يعني تعتبر من اللي هي لما بتيجي تصنع منتج بيطبق عليها المعايير الأوروبية، فبالتالي انت ضامنه ان انت بتستخدمي منتج مكوناته آمنة، لان المعايير الأوروبية دي بتبقى صارمة جدا على المنتجات، مش بتعدي اي حاجة كده بالساهل. فالمنتج بتضمني ان هو مش مضاف ليه اي كيميكالز خالص او اي مادة تكون ضارة بالبشرة، زائد ان هو رغم ان هو مستورد وجاي من بره وسعره ويعني منتج مش محلي، بس سعره يعني بيميز الفئة دي ان هي بتكون اسعارها وسط. دايما منتجات باليا بتبقى اسعارها مش غالية قوي، رغم ان جودتها بتكون عالية قوي مقارنة بالسعر. يعني انت بتدفعي فلوس مش كتيرة مقابل فعلا فايدة كبيرة. دي بالنسبة لي أول ميزة، إن أنا ضمني بستخدم منتج وساعة لما اتصنع اتحط تحت معايير جامدة جدا، فبالتالي هو مفهوش أي مواد ضارة. تاني حاجة إن فازلين باليا بيبقى متضاف ليه شوية مواد مرطبة منها فيتامين إي، وبتعمل على زيادة التلطيف بتاع نتيجة الفازلين، زائد ان هي كمان بتعالج لو في اكزيما في الجلد او في هرش او حكة او خرابيش صغيرة مكان جفاف الجلد، فهي بتعالجها. تالت ميزة بالنسبة لي في باليا ان هو قوامه اخف من اي فازلين تاني، فالقوام ده بيخلي البشرة طبعا سهلة الامتصاص، مفيش ملمس دهني، مفيش منظر بيلمع. فدي بصراحة ميزة حلوة قوي، ان انت ما تحسيش باحساس التلزيق المبالغ فيه اللي بيحصل من الفازلين العادي البراندات التانية. رابع حاجة ان هو خالي تماما من العطور، مفهوش اي مواد كيماوية زي ما قلنا في اول الفيديو، فده بيخليه مناسب جدا للبشرة الحساسة. ولو انا حتى بشرتي مش حساسة، فانا هقول لكم في الاستخدامات ايه اللي انت يعني خليك ان انت تعتمدي عليه هو بالذات، او تعتمدي على اي فازلين تاني يكون خالي من المواد الضارة او يناسب البشرة الحساسة، لان احنا في استخدامات هنحطه فيها حوالين العين. خامس حاجة بالنسبة لي ان هو طبعا سعره معقول زي ما قلت لكم، مقارنة بان هو متصنع بجودة عالية. الفازلين احنا اصلا بنستخدمه ليه؟ احنا بنستخدم الفازلين علشان رقم واحد نحصل على ترطيب مباشر قوي بالنسبة للبشرة، لان احنا زي ما قلنا هو بيعمل كحاجز بين الجلد
والعوامل الخارجيه المحيطه. فلما الجو يبرد قوي او يكون فيه هواء شديد، انت هتضمني وانت حاطه الفازلين ان انت بشرتك مش هتبقى جافه، مش هتفقد الرطوبه، مش هتنشف، مش هتقشف. فدي اول فايده احنا بناخدها من الفازلين. الفايده رقم 2 ان انت لو اوريدي حصل جفاف في الجلد وحصل اكزيما وحصل هرش وحصل تعابير صغننه، فالفازلين بيساعد على التئام الجروح دي وبيحميها من الميكروبات وبيساعد على سرعه شفائها، لان هو بيعالج الجلد نفسه من الجفاف، فبالتالي الجروح دي او الخدوش دي بتلتئم بسرعه. تالت حاجه ان هو بيحمي البشره من عوامل الطقس الضاره، زي ما قلنا لو الجلد اتعرض لسقعه شديده او رياح شديده فهو بيجف على طول. فانت لو حاطه الفازلين وحصلت العوامل دي فانت خلاص كده هتضمني ان شاء الله مفيش جفاف في الجلد. المنتج طبعا تحفه، زي ما احنا شايفين حاجه طبيعيه بترطب البشره وبتنعمها جميله. فايه اللي ممكن يكون فيه عيوب؟ هو ما فيهوش عيوب غير طبعا العيب اللي للاسف ده يعني نتيجه ان هو ماده بتروليوم جيلي، ان هو هيكون ملمسه دهني لاصحاب البشره الدهنيه اللي هم اصلا بشرتهم بتفرز دهون، بيبقوا مش طايقين الدهون على بشرتهم. فعشان يحطوا كمان فازلين ممكن ده ميبقاش مناسب ليهم، بيحسوا بتلزيق كده وده احساس مش هيبقى حلو ليهم. وطبعا بيبقى عندهم دايما خوف ان انا بشرتي بتفرز دهون وانا هحط فوقيها فازلين فممكن يعمل لي حبوب. لكن انتوا لو فكرتوا ان انت هتستخدميه للايدين وللكوع والكعب الرجلين فانت كده اكيد يعني بالنسبه لك مش هيبقى عيوب، لان المناطق دي هي فعلا هتبقى جافه. انت مهما كان وشك دهني بس هتلاقي الكوع لا، الايدين كفوف الايدين لا، نتيجه الميه والصابون وغسيل المواعين ومش عارف ايه والحاجات دي. وطبعا نفس القصه في الكعبين. فانا شايفه ان هو كمنتج هو مناسب لجميع الناس واستخداماته بقى بشره او شعر، هو بس اصحاب البشره الدهنيه مش هيقدروا ان هم يحطوا منه ايه على وشهم. طيب انا بقى جينا للشق المهم من الحلقه والشق اللي انا عايزه فيه التفاعل بتاعكم، وهو استخدامات الفازلين. العلبه القمريه دي بتاعت الفازلين دي اللي هي 125 مللي، انا هقول لكم على تركايه كده لما بجيبها. اول حاجه انا بعملها، انا من الناس المهووسه بالبرفانات ودي عندي مشكله ازليه، يعني بحب جدا البرفانات وبحب جدا ان هي تكون ثابته، وبحاول ان انا بره البيت ان انا ما احطش، بس دايما بحب ان ايه لما اعمل كده اشم ريحه حلوه في ايدي مثلا وانا نايمه، يعني وانا نايمه كمان احب قوي اشمها. فانا لما بجيب الفازلين بعمل ايه؟ باخد منه معلقتين مثلا واعمل لهم حمام مائي، تمام؟ ولما بيسيحوا خالص بروح جايبه البرفان المفضل اللي جاي على مودي كده وهوايه، واروح ايه رشه مع الفازلين وهو سايل، وارجع احطه تاني في علبه تانيه صغيره يجمد. لما بيجمد بقى كده وتاخدي انت من الفازلين ده وتحطي في اماكن النبض بقى هنا وهنا، انت طول ما انت ماشيه حرفيا انت شامه الريحه ومفيش حد من حواليكي شاممها. فده احساس حلو جدا 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 بالنسبه لي. برش البرفان العادي اللي هو فيه كحول او الزيوت العطريه او المسك. كنت انا عملت لكم حلقه عن حد من زمايلنا كان باعت لي باكج كده هديه، هحط لكم لينك بتاعه الحلقه بتاعه المسك دي، عنده انواع من المسك حلوه جدا. فانا لما بسيح الفازلين واخلط قطرات من المسك فيه بصراحه الريحه بتبقى رهيبه. طيب لو انت حد بقى من الناس اللي بتكسل ومش عايزه تعملي اصلا الخطوه دي، فانت ممكن بمنتهى السهوله ان انت تجيبي الفازلين عادي وتروحي حاطه هنا وتحطي هنا وتروحي رشه فوقيه البرفان. ده بيزود من عمر البرفان على ايدك او على جسمك. طبعا ما تجيش تعمليها على الهدوم، يعني عشان ما تجيبيش كده وتروحي حاطه على الهدوم فتعمل بقعه فهتدعي عليا، لا احنا بنتكلم هنا على الجلد عشان انت بتزودي من ثبات البرفان بتاعك او الريحه الحلوه على الجلد. دي بالنسبه لي يعني اول حاجة انا بستخدم فيها الفازلين قبل خطوات الترطيب. اول حاجة كده بعملها عشان انا بحب الروائح الحلوة دي. طبعا الفازلين انا هقول لكم دلوقتي ان احنا عادي ممكن نستخدمه على الشعر، فانت لو عملتي النقطة دي بس ما تحطيش طبعا برفان يكون فيه كحول، يعني تحطي زيوت
عطريه او تحطي المسك اللي هتشوفيه في الحلقه، انواع المسك دي هو عنده انواع حلوه، توفي، رمان، روائح كتير. فانت لو حطيتي منها على الفازلين وحطيتي منها على شعرك فانت كده كمان بتعطري شعرك، مش هيبقى بس للجلد، لا هيبقى جلد وشعر. فدي اول ميزه للفازلين، وهي تعطير او تثبيت العطر سواء على الجلد او على الشعر بالطريقه اللي انا قلتلك عليها. تاني حاجة وتاني علاج بالنسبة لي، وهو بالنسبة لي بيكون برضو مهم جدا في الشتاء. احنا في الشتاء بنكسل نعمل حمامات الزيوت وحمامات الكريم، وكمان ساعات بنكسل نحط البلسم، تبقي عايزة تخلصي نفسك بدري بدري، فبتبدأ الاطراف ان هي تتقصف، زائد ان احنا مش بنشرب مية كتير فبيبدأ الشعر ان هو يهيش. فاحنا هنتكلم عن الفايدة رقم 2، وهي علاج الاطراف المتقصفة عن طريق دهان الفازلين على الاطراف بتاعة الشعر المتقصف. وممكن كمان ان انت تزودي الفايدة بتاعته بان انت برضو تسيحي مثلا معلقه فازلين في حمام مائي وعليها معلقه من زيت جوز الهند، فده هيطري الشعر وهي هيعالج الاطراف المقصفه، فازلين زائد جوز هند. واهم حاجه في الخطوه دي ان انت شعرك يكون مندي، لان احنا اتفقنا ان انت لو عايزه تحبسي رطوبه سواء جوه الجسم الجلد او جوه الشعر، فانت لازم يكون الجلد او الشعر مترطب. فانت هترطبي الاطراف بشويه ميه خفيفه وهتحطي عليهم الفازلين، يا اما هتحطيه هو كده وهو ساده او هتحطيه وهو مخلوط بزيت جوز الهند، وتعمليهم كده تقلبيهم مع بعض، وبرده تفضيهم في علبه لوحدها وتكتبي كده عليها ليبل ان دي بتاعه الشعر بتاعتك. فانت كده هتعالجي كمان الاطراف المتقصفه باستخدام الفازلين، ودي الفايده رقم 2 للفازلين. الفايده رقم 3 هتناسب قوي البنات الصغننين اللي بينزلوا يلعبوا في حمام السباحه تمرينات، او البنات اللي بيلعبوا جمباز. بتبقى دايما البنات شعرهم كده ما شاء الله بيلمع ومربوط كده لفوق ومفيش ولا شعرايه طالعه ولا شعرايه هايشه. فدي هتبقى حلوه قوي معاهم. ازاي؟ ان انت برضو بتستخدمي الفازلين ده، اخلطي كميات متساويه، فازلين وزيت جوز هند وزبده شيا، هتسيحيهم كلهم مع بعض وهتحطيهم كلهم مع بعض في برطمان واحد، وهتجيبي المشط اللي سنونه ضيقه خالص ده، هتلمي شعر بنوتك وهتحطي عليه الخلطه دي، وهتروحي مسرحه بالمشط كده الضيق، هتلاقي الشعر نام خالص وثابت ولمع ومش هيهيش لفتره طويله، هتقضيها التمرين او بفتره التمرين بتاعتها. وطبعا انت كده كمان بتغذيه الشعر، انت مش حاطه ماده مثبته فيها حاجه كيميكالز ولا حاجه، انت مستخدمه هو مواد طبيعيه، فازلين، زبده شيا وزيت جوز الهند بنسب متساويه. هنسيحهم في حمام مائي، نخلطهم مع بعض، مشط ضيق خالص، وتروحي او اللي هو المشط بتاع الفرشه بتاعه السشوار اللي بيبقى الشعر بتاعها كده اسود، ده هيتبان دلوقتي عندكم على الشاشه، وتعملي بيها الشعر لورا، هتلاقي ان الدنيا خلاص ظبطت وما عادش فيه هيشان خالص. الفايده رقم 4 اللي انا بستخدم فيها الفازلين لما باجي اغير لون شعري، وهي ان انت بتحطي، او انا يعني بس يعني بقول الفايده ليكم، ان انا بحط الفازلين هنا في المناطق اللي هي الجلد ده، عشان اللون اللي انا بصبغ بيه شعري ما يتسربش على الجلد ويطبع لون. تمام؟ فانت هنا بتحمي الجلد بتاع فروه الراس ده من هنا، من ان هو يكتسب اللون ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بدهن الفازلين حوالين المنطقه دي. زائد ان انت لو بتستعملي صبغه وخايفه من حدوث الحساسيه، احنا دايما بنيجي نستعمل صبغه بنتفق ان احنا الاول بنعمل اختبار حساسيه. لو انت برضو خايفه من حدوث الحساسيه، بتاخدي حبه صغيرين وبتدهني بيهم فروه الراس، بحيث ان انت تسيبي الفازلين على فروه الراس نفسها، وبعد كده تصبغي الشعر. فلو لا قدر الله حصل ان انت صبغه جت على فروه راسك، هي كده اصلا مش تبقى على فروه راس، تيجي على ايه؟ الفازلين. واحنا اتفقنا ان الفازلين بيعمل حاجز وقايه للجلد، فبالتالي الصبغه مش هتاثر عليه. فلو حتى الصبغه حاميه مش هتاثر على فروه راسك ان شاء الله. دي كده كانت بالنسبه لنا رقم 4 ولا رقم كام؟ رقم 4 مظبوط. رقم 5 منع الاحتكاك بين الجلد. يعني في ناس بتيجي عندهم فترات كده ان انت غصب عنك بتلاقي انك لما بتقعدي تانية الركبه من ورا بتهرشك، او البنات المليانين شويه او الرجاله طبعا مش البنات بس، عموما بيحصل ساعات احتكاك بين الرجلين من فوق اللي هي الفخذين، فالاحتكاك ده بيولد احمرار وبيعمل زي التهابات. فاحنا بنتعامل ان احنا بنحط الفازلين في الاماكن بتاعه الاحتكاك بتاعه الجلد، فهي بترطب المناطق دي، والاحتكاك بقى خلاص مش بيبقى بيضايق لان الجلد ناعم، فبتحمي من حدوث الاحمرار او الحكه في المناطق دي.
عندنا ايه تاني؟ عندنا برضو الشيفنج. الرجاله لما بتيجي تحلق بتعمل الفازلين، بيعمل ترطيب للمناطق بتاعه الشيفنج عموما، ان هي تتحط بتمنع التهيج او الحساسيه اللي بتحصل نتيجه استخدام الشفرات بتاعه الحلاقه. بالنسبه للبنات هنقول ان كمان الفازلين حلو جدا في ان انت تقدري تستخدميه بديل للمسكرة الجل عشان تظبطي بيها الحواجب. انت لو انت جبتي الفرشة بتاعة الحواجب وحطيتي فازلين حبة صغننين على منطقة الحواجب وعملتي بالمسكرة فرشة المسكرة او الفرشة اللي هي بتاعة الحواجب مش الحواجب الرفيع ده، فانت كده بتقدري ترسمي شكل الحواجب وبيثبت لفترة طويلة، وفي نفس الوقت انت بتغذي اصلا المنطقة بتاعة الحواجب دي بوجود الفازلين، وبتعملي حاجز بيخلي منظر الحاجب مرسوم لأطول فترة من غير ما تستخدمي اي ادوات تجميل تكون فيها مواد ضاره او يكون فيها الوان مختلفه عن لون وشك. كمان في فايده للفازلين ان انت لو استخدمتيه على الرموش قبل النوم فانت برضو بتغذي الرموش وبتحافظي عليها وبتغذيها مكان من المسكره بقى، الكحل، ان انت بتدعكي في عينك جامد فرمش يطلع مش عارف ايه، انت بتقوي الرموش. بتستخدمي فرشه مسكره نظيفه او اوريدي في طقم الفرش هتلاقي فيه 2 واحدة حواجب مش حواجب رفيع، وهتلاقي فرشة مسكرة موجودة، فانت دي لو استخدمتيها بتظبطي بيها الرموش تسرحيهم وتحطي قبل النوم فازلين، فبتقومي بتلاقي ان انت محافظة على منظر الرموش والرموش بتاعتك قوية. عندنا كمان الضوافر، ترطيب الضوافر ولمعانها، ان انت لو حطيتي فازلين قبل النوم على مناطق الضوافر الضافر نفسه بيلمع، والمنطقة اللي هو الجلد اللي حوالين الضوافر ده لو بتعاني من وجود تشققات فيه فهو طبعا بيعالج التشققات دي. ايه كمان؟ الشفايف، الناس اللي شفايفها جافة وبتعاني من التشققات في الشتاء تقدري تحطي فازلين بالليل قبل ما تنامي، بس برضو على شرط ان انت هترطبي الاول الشفايف بمية، ويا سلام لو عندك كده هايلورونيك اسيد هتحطي نقطة عليه وتدعكي بيها الشفايف توزعيها كويس قوي، بعد كده هتحطي الفازلين وهتنامي وتقومي هتلاقي شفايفك في حته تانية خالص ما فيهاش اي تشققات ولا جفاف وناعمه ومترطبه وجميله. طبعا عندنا الاستخدام الاساسي بتاعنا للفازلين ترطيب الكوعين، ترطيب الكعبين، ترطيب اي اماكن جافه في الجسم، وده طبعا انا ما قلتوش في الاول لان ده يعني ايه بديهي، ده اللي احنا اصلا بنجيب عشانه الفازلين. وطبعا عندنا الاطفال الصغننين اللي بيلبسوا بامبرز، عندنا دول سبب دخول الفازلين تقريبا للبيت علشان بيحميهم من التهابات البامبرز بتاعتهم، وكمان لو البيبي لسه صغير بيبقى مولود فيه قشر في راسه فاحنا بنشيل القشر اللي في راسه ده عن طريق حاجتين، يا اما بتحطي الزيت اللي هو كنا بنستخدم الجونسون بيبي اويل بنحطه على فروة راس البيبي عشان يسهل ازالة القشور دي، او بنحط الفازلين برضو نفس القصة عشان يزيل القشور دي. اخر فايدة بالنسبة لنا الناس اللي بتستخدم بخاخات المينوكسيديل لعلاج التساقط والصلع الوراثي. المينوكسيديل معروف ان البخاخ ده لما بيجي على اي منطقة في الجسم او في الوش للاسف بيعمل انبات للشعر بغزارة، فانت لو من الناس اللي بتستخدم المينوكسيديل هتمسكي الفازلين ده هتحددي بيه كده حوالين الحواجب وهتحطي هنا في المناطق دي وهنا، علشان لما تيجي ترشي المينوكسيديل لو لا قدر الله جه على وشك هو كده هيجي على الفازلين فمش هيتسرب لمسام الجلد بتاعتك، فبالتالي مش هيطلع شعر في المناطق دي. ومعلش في حاجة تانية انا كنت قلت اخر حاجة، لا انا افتكرت معلش كمان حاجة، فاكرين لما كنت بقول لكم ان احنا هنستخدم الفازلين حوالين عينينا؟ الناس او البنات اللي بتعاني من جفاف شديد في منطقة العين ومش عارفة تستخدم منتجات ترطيب قوية ومفيش مقدرة ان هي تجيب كريمات عين غالية تظبط الدنيا دي، فانت ممكن تستخدمي الفازلين لو انت واثقه ان هو ما فيهوش اي كيميكالز خالص تضر بيكي او مواد تسبب حساسيه، ان انت طبعا اي عطور ما يكونش فيه عطور خالص تستخدميه في ترطيب المنطقه اللي حوالين العين زي كريم العين بالظبط قبل النوم، ولما تصحي الصبح تغسليه وما تنزليش بقى بيه في الشمس. يعني خلي دايما الفازلين بس استخداماته قبل النوم. كده انا خلصت استخدامات وفوائد الفازلين واعتقد ان هي كتيرة جدا، بس برضو اكيد في حد اكتشف له اكتشافات تانية انا لسه ما اكتشفتهاش، فياريت لو حد فيكم بيستعمله استعمال تاني يكتب لنا في الكومنتات.
ملاحظه واحده قبل ما اقفل الفيديو، معلش انا طولت، انا نفسي بدات انهج. الفازلين عشان تستخدميه على البشره او على الشعر او على الشفايف او على كعب الرجلين او على الكوع، اي منطقه هتستخدمي فيها الفازلين بهدف الترطيب، لازم ترطبي المنطقه دي قبلها بميه الاول. لازم المنطقه دي تكون منديه عشان نحبس الرطوبه جوه البشره بتاعتنا وننعم. انت لو استخدمتيه على بشره جافه هو مش هيسبب جفافها زياده لكن مش هينعمها، فاهمه؟ فانت لما ترطبي وتحطي الفازلين عليها، لا ده انت كده هتنعمي كمان وهتمنعي الجفاف. فيا ريت دي بس تكون واضحه عشان تبقوا فاهمين الفرق بين ان انت هتستخدميه على بشره منديه وعلى بشره ناشفه. البشره المنديه هينعم وفي نفس الوقت هيحمي، البشره الناشفه هيحمي فقط، لكن لو انت بشرتك جافه مش هيزود الجفاف لكن مش هيعالج الجفاف. ومعلش اعذروني على الاطاله، بس انا كنت حابه الم لكم الليله كلها بتاعه الفازلين، وما زلت برده بقول لكم انا شايفه ان الفازلين باليا هو الافضل. لو انت عندك فازلين تاني جربيه مفيش مشكله، ده رايي انا الشخصي. البنات اللي جربت انواع تانيه من الفازلين وشايفه ان فيها نفس الفوائد بتاعه باليا يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. اي حد فيكم بيستخدم الفازلين بطريقه اخرى غير اللي انا قلتها وشايف ليه فايده ممكن غيرنا يستفيد بيها، اكتبوها برضو في الكومنتات. وطبعا ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتعملي لايك للفيديو. لو الحلقة عجبتك ابعتيها لاصحابك عشان هم كمان يستفيدوا، واستنينا في حلقة تانية قريب ان شاء الله، واشوفكم على خير.